عاملين ايه؟ كتير جدا من المامز اللي اطفالها عندهم صعوبات تعلم قالوا لي احنا مش عارفين نحفظ ازاي اولادنا الضمائر وايه اللي بيجي مع الضمائر. ايه رأيكم اوريكم دلوقتي طريقة سهلة جدا تحفظوا بيها اولادكم الضمائر في الانجليش بيجي معاها ايه؟ سهلة جدا وبسيطة، وهتقدري ان انت تعلمي ابنك بكل بساطة الضمائر وايه اللي بيجي مع كل ضمير من الضمائر. يلا بينا. هيجي مع الاي هيجي مع الاي ام، هيجي مع اليو ار، هيجي مع الشي. تعالوا نكمل الفيديو واحنا قاعدين لان الاضاءة صعبة قوي النهاردة لان انا بصور بالليل. تعالوا نكمل. احنا وصلنا، قلنا ان الهي بياخد معاها از، وان الات بياخد برضو معاها از. طيب الزي والوي عشان هن جمع فبياخد معاهم ار. يبقى احنا هنا نعرف اولادنا ان المفرد بيجي معاه از وان الجمع بيجي معاه ار. ايه اللي بيجي تاني معاه الاز؟ شي والهي والات ده بياخدوا از، اما الوي والزي بياخدوا معاهم ار. فكرة بسيطة وسهلة، ولكن الاطفال هيستمتعوا بيها بعد ما يشوفوا الفيديو وبعد ما حضرتك يا مامي او يا مامز تعملوها لولادكم في البيت. يا رب يكون الفيديو لذيذ وعجبكم. مع السلامة.